يا رب يا رب، قد لا أعرف كيف أدعو ولكنك تعرف ما في قلبي. يا رب يا رب، أعني على نفسي، أعني كي لا أخضع لضعفي وأن لا يتحكم قلبي بعقلي. أعني أن أكون ناضجا واعيا عاقلا. أعني أن أميز بين الخبيث والطيب، بين المخادع والصادق، بين المحب والمنافق. يا رب يا رب، أعني كي أبقى نقيا في وسط جله ملوث، أن أبقى قويا قنوعا وسط بحر من الرغبات والأمنيات. أعني أن أبقى متماسكا وسط العواصف والمشكلات. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده فيديو مش عادي. يا رب الفيديو بقى ينال اعجابكم. شايفين المنظر اللي انا فيه ده؟ قبل ما ندخل على محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما اعمل اي حاجه يا ريت كل اخواتي وحبايبي يدعوا لي بالبركه كده، ان ربنا يعيننا ويقوينا على اللي انا فيه النهارده. شايفين السيول اللي كانت عندنا امبارح؟ شايفين منظر الميه؟ الله المستعان بقى بالعشش. انا مش عارفه شكل العشش عامل ازاي ولا طيوري عامله ازاي اصلا. ربنا المستعان. ربنا يعيننا ويقويني بقى على اللي انا فيه النهارده كده، لان فعلا انا يعني مش عارفه اعمل ايه ولا عارفه اتصرف ازاي ولا اروح فين ولا اجي منين. لان بس خد البط اللي مبعزقينه في الربط اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحده اهي كده، 2 دول بط الجعجع يا حبيب قلبي، 3 ربنا يبارك يا رب، 3. شوف في حاجه تانية؟ كنت واقفه هنا بتعملي ايه؟ شوف في حاجه تانية بقى ولا ايه؟ نلم الاول كده قبل ما يتكسر. انا امبارح كنت لاقيه 4 بس لقيتهم مكسرين منهم بطين. دول 3 بيضات كده، مش عارفه هما بيبيضوا في الفرن ولا ايه، لان مش عارفه اوصل اللي في الفرن اصلا. ايوه في بيض في الفرن اهو، بسم الله ما شاء الله. في 4 بيضات في الفرن اهو. نجيب ليلى تطلعها منين؟ في 4 في الفرن. ودي بيضه اهي كمان. هما بيبيضوا بقالهم فتره في الفرن وانا ما اعرفش. يعني هما كده 4 بيضات، وفي بطه بتبيض في الفرن. يعني الله اعلم كده، ممكن يكون 5 بطات بيبيضوا. ربنا يبارك يا رب. وشكوا حلو عليا. بس المنظر ده اهو يقطع القلب الحزين. مش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي حاليا، لان الدنيا بايظه جدا جدا والله العظيم. والعشش اكيد يعني اكيد مليون المية ان هي عايمه، مليون المية العشش عايمه ميه. شايفين المنظر جوه؟ شايفين المنظر ده؟ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ما اقدرش اكتر من كده. ربنا المستعان بقى. يعني هي لو تشتي في الشهر مره يبقى ربنا رحيم بينا. مره واحده بس كفايه عليا في الشهر، على ما الحق فوق من الصدمه اللي انا شايفاها دي، لان فعلا الدنيا بايظه خالص. شوف الفراخ البزراميط برضو كده. نوسه بتغرق يا جدعان. هو بيقول نوسه بتولع، انا بقى حاليا نوسه بتغرق يا جدعان، هي وطيورها. نوسه غرقت هي وطيورها. شايفين المنظر ده؟ انا قايمه اصلا من النوم وعارفه ان انا هشوف المنظر الحلو ده. قدر الله وما شاء فعل. نمسك بقى المساحه المقروطه بتاعتنا ونبدا نتسلى كده على قد ما نقدر، وربنا المستعان. ادعوا لي بقى. انا قمت من بدري. ولاد عايزين ياكلوا فراخ مشويه النهارده ومحشي في اليوم الحلو ده، والمحشي عامه هو اللي هيدفي يعني. فانا قمت جهزت الصلصه وريشت، وقلت بس على ما الجو يبدا ينور كده، لان نازله من الساعه 5:30. صحيه الساعه 5:30 والله في الشتاء ده. وفضلت قاعده شويه لما النهار بدا ينور، ونزلت جهزت للمحشي وريشت الفرخه اللي هعملها والديك اللي هعملهم. وقلت بقى ما بدهاش بقى، اقوم بقى ايه استعين بالله كده وربنا يعني ويقويني. بحر ميه والله، بحر ميه. شايفين منظر الميه والعشش بنفس النظام. فربنا المستعان. احاول بس اشيل الميه دي الاول وبعدين ادخل على العشش عشان اكنس الدوار. فربنا المستعان. ادعوا لي بقى ان ربنا يعيني ويقويني، ونشوف مع بعض التطورات اللي هنعملها ان شاء الله. كده خلاص يا حبايب قلبي، انا خلصت الدوار اهوت. دي الميه بقى اللي بتصفي من العرش من فوق تنزل في الارضيه. بس انا خلصت الدوار كده، ما عادش فيه اي حاجه. لميت الكنسه اللي كانت فيه على جنب هناك اهيت، جنب العشه، لحد برده ما تصفي الميه بتاعتها. وما كانش فيه كنسه كتير لان انا كنت كنسه قريب. وبقى الميه هنا اهيت بتصفي اهيت. جريت الميه كلها هنا بتصفي بقى براحتها، عشان هيبقى فيها بعد ربع كده. على ما تصفي خالص اشيل الربع اللي هتبقى ايه قدام الماسوره هنا. شايفين بقى عشه الفراخ البراهمه
حاجه والله العظيم، يعني لو قعدوا كده كمان شويه ممكن يموتوا فيها. شايفين الميه قد ايه؟ كل الميه دي بقى انا هشتلها كده بالجردل، وبعدين امسك العش اكنسها كنسه كويسه، وكل العشش هتتعمل بنفس النظام، لان فعلا الدنيا بايظه خالص خالص والله العظيم، ربنا المستعان. يعني الفراخ جوه هي كشه، هي من البرد والرطوبه اللي في الارضيه لازم اكنسها ونشفها على الارضيه خالص عشان افرشها فرشه تقيله، عشان ما عادش يحصل فيها المنظر ده. لو شرب كنت ردمتها شرب عشان الشرب يمتص الميه، لان كده والله العظيم التسفيل مش في بعض الحالات، يعني بعض الحالات ما بيبقاش كويس، تسفيل الارضيه في بعض الاوقات ما بيبقاش كويس. فربنا يسترها بقى ويعني ويقوني على ما اخلص العشش، لان فعلا انا اتبهدلت على ما كنست الدوار ونشفت الميه اللي فيه. فربنا المستعان بقى يعني اعمل العشش بنفس النظام عشان افرش للطيور واعلفها. شايفين بقى النظافه دي؟ بسم الله ما شاء الله. نظفت الفراخ الهندي اهوت وفرشت لهم المكان، ربنا يبارك يا رب. والشمس بدات تطلع اهيت، ربنا يهون الحال يا رب ان شاء الله. شايفين حضراتكم كده؟ والفراخ البراهمه برده كمثل زي ما انتم شايفين. المكان بقى نضيف جدا جدا ليهم اهوت، وماشيين مندمجين في المكان كده هيدفوا. هحاول بقدر الامكان لو لقيت وقت النهارده هقفل العشش ديت مشمع عشان بس الرطوبه، وايه، واقفل الجناب بتاعه العشش من تحت عشان الميه ما تدخلش العشش. بس ربنا المستعان، بس الاقي وقت احبس بقى الفراخ الهندي لان كنت طلعتهم بره على مكنس. عدوا يلا، عدي. البط عايز هيصه وخلاص هيخش وياه. ادخلهم. يلا جوه جوه يلا مكانكم، يلا المكان بقى نضيف لكم اهو. عيشوا جوه بقى حياتكم كده. ما عادش معايا الا عيشه الفراخ البزراميط والبط، اوضه البط، يبقى كده كله خلص معايا للساعه 10. والله من الساعه 7 وانا بكنس بعد ما خلصت شغل في البيت، معايا للساعه 10، يعني هاخد 3 ساعات متواصلين. شايفين بقى دي المكان ده برده اهو عايز يتكنس ويتنضف حلو، لان فعلا يعني الدنيا بقت بايظه خالص. الله المستعان. همسكها بقى انضفها برده نفس النظام وافرشها لهم واكنس اوضه الحيوان بتاع البط عشان يبقى كده خلصت خالص. خلاص يا حبايب قلبي كده خلاص خلصت اهوت. بس بعد ما خلصت خلص وتروحي مع الكنس والبهدله ديت على الصبح كده، المجهود ده برده بيبقى صعب، هو كويس في نفس الوقت وصعب برده. الكنسه بقى بدات تصفي الميه اللي فيها، هي تسيبها لحد ما تصفي الميه اللي فيها خالص، وبعدين اسحب الميه ديت على الصرف ولحد ما الكنسه تنشف خالص. ايه، اخلي احمد يشتلها زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله المكان نضف خالص جدا جدا. ودي الفراخ البزراميط اهوت نضفت لهم برده العشه بتاعتهم وفرشتها لهم يا حبايب قلبي. المكان بقى نضيف والطيور يعني مبسوطه بالمكان بقى نضيف ليهم، عشان بس ما يجيلهمش اسهال ولا يحصل فيهم اي حاجه. فربنا يسترها معايا ومعاكم يا رب ان شاء الله. اجيب لهم بقى العلف بتاعهم عشان بس ايه، ياكلوا عشان يدفوا. انا طلعت الذكر ده بره لانه عمال بيضرب في الصغيرين، مش عارفه ادخله تاني بقى ولا ايه. هو طلع بره، الكبير بيضرب فيه وهو بيدخل جوه بيضرب في الصغيرين. كنست البط برده اهوت وفرشت لهم المكان اهوت. مكان بقى نضيف لهم برده اهوت. بسم الله ما شاء الله. جبت لهم قش نضيف، قعدت افحر لما لقيت لهم قش ناشف، لان الدنيا كلها مبلوله ميه. البط نفسه عايم في الميه لان الاوضه كانت بتنقع والدنيا كانت بايظه خالص لانها كانت شتويه جامده جدا كده. فالحمد لله ان ربنا سترها وعدها على خير، وربنا عني وقواني اني قدرت اعمل وانضف المكان كله. العشه دي فاضيه مش فيها اي حاجه، دي نضيفه ما كنستش فيها حاجه. فالله المستعان. الكنسه بقى هتصفي ميتها براحتها خالص، مش قلقانه منها، كأن ايه العمل بسيط خالص. اللي فاضل بعد كده يعني شويه ميه يبقوا قصاد اللي هتصفوا من على السطح ومن الكنسه هشدهم بقى في اي وقت. بس يا رب الجو يروق، بس لان الجو رجع يغيم تاني بعد الشمس ما طلعت. ربنا يروق الحال بقى عشان ايه الدوار ينشف وما يبقاش مبلبط تحت البط. فربنا يسترها معايا ومعاك. هروح انا بقى ارتاح شويه وبعدين اجي اعلف الطيور براحتي، احنا لسه بدري، اعلفهم براحتي وابقى اجيب ليلى معايا وانا جايه عشان تجيب لي البيض اللي في الفرن. معانا هنا 4 بيضات ولسه في بطايه من الغامقين اللي هناك البني دول عايزه تبيض لسه ما بيضتش، ومعايا 4 هنا هم و4 في الفرن يبقى 8 وديت عليها البيض. فربنا ييسر الحال. عايزه الم كميه بس على بعضها عشان نفرخها مع بعض يطلعوا كميه مع بعض اعرف اربيهم. فربنا يبارك ليا ولكم امه محمد ان شاء الله. ادعوا لي حبايب قلبي لان الروتينات بتاعتي بتبقى صعبه جدا جدا. الكنس في البيت ده بيبقى متعب جدا جدا وخصوصا في الشتاء، فالله المستعان. وبكده حبايب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. استنونا فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.